السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم مع امينه 55. ما تنسوش يا خوتي تفعيل الجرس والتعليقات واللايكات. جمجموا اخواتي، جمجموا، الله يجمجم عظامكم في الجنه. انا الان خوتي خواتاتي بغيت نقرب لكم من هاد قصه شاطئ مرآلة. هذا شاطئ مرآلة اللي كيعرفوه غير الناس الطنجاوة اللي هما اصليين فعلا. فهذا الشاطئ اخوتي خواتاتي عنده واحد الماضي اللي هو زوين. احنا الان مازال في الطريق الى شاطئ البحر. فهذا الشاطئ اخوتي خواتاتي كان عندنا معاه ذكريات جميله جدا جدا. احنا اطفال واحنا في المدارس الابتدائيه كنا دوزوا العطله ديالنا كلها في شاطئ مرقاله. وما ادراك ما شاطئ مرقاله. شاطئ مرقاله كيعرفوه غير طنجاوه الحرار، يعني الاصليين، يعني ولاد المدينه. فهذا الشاطئ خوتي الان هو تغير ملامح ديالو. هذا الشيء اللي كنحكي لكم عليه، راه اللي غادي نحكي لكم عليه باذن الله، راه مرات عليه 20 سنه ولا 25 سنه. الشاطئ الان تغير، بحيث هاد الطريق هذه راه كان البحر واصل حتى لهذا الشيء. فاش عملنا هاد الحجار وداك الشيء، راه كان الشاطئ وصل حتى لهنا، الرمله وصلت حتى لهنا. فهنا جاو باش غيروا المناظر، عملوا يعني خداو الشارع من تما وعملوا واحد المنظر زوين. ولكن بالنسبه لنا حنا ما كتمثلناش مرقاله هذه. مرقاله ديالنا هي خوتي اللي كنا كنعرفوها وكنرتاحوا فيها، وكانوا فيها غير لي فغي طونجيغوا، يعني غير طنجاوه اللي هما اولاد البلاد فعلا. هاد الاماكن اللي انا كنوريكم الان خوتي خواتاتي واللي انا ماشيه فيها، ها هي هاد الاماكن هذه كلها اللي كتشوفوا من هذا الربيع الخضر. وكذلك هذا الرمال. دابا احنا في فصل البرد، يعني ما كاينش الناس بزاف، ولكن دابا هما طنجاو ما بقاوش كيجيو لهاد الشاطئ. هنا خوتي كانوا مقاهي صغار بساط زويونين، واحد يعني مصبوغين واحد الصباغه زرقاء وبيضاء وكتهبل داكشي. وكانت هنا المقهى اللي هي معروفه اسم ديالها في هذا المكان هذا بالضبط اللي كنوريكم الان، اللي كنصور لكم الان. كانت مقهى معروفه على صعيد المغرب وعلى صعيد مدينه طنجه، وهي مقهى المرحوم مصطفى المري. هو اللي كانت عنده هنا اكبر مقهى واجمل مقهى، وكان كيحافظ على نظافه الرمال ما كانتش بحال هذا الشكل هذا، حيت كتلقى الدنيا مسخه والازبال مرميه وداك الشيء. فالمرحوم مصطفى المري كان من النوع اللي هو طنجاوي الاصل، طنجاوي حقيقي. كان كيبغي النظافه وكيبغي الاناقه وكيبغي حتى البحر يكون نظيف، وكان حريص عليه بواحد الشكل كبير، رحمه الله. ورحمه كذلك الاخرين اللي كانوا متواجدين معها هنا في هذا الاماكن اللي كتشوفوها الان. لم يعد فيها شيئا، حتى فصل الصيف ما كيكونوش فيها شي حاجه، كيكونوا غير بعض الدراري عاملين المظلات وصافي. ما بقاتش عندها داك النخوه بحال اللي كنشوفوا خوتي. كاين بعض الناس اللي باقيين كيجيو في العشيه واخا البرد شويه كيجيو كيجلسوا. ولكن مرقاله راه ماشي هي هذه خوتي اللي كانت مرقاله ماشي هي هذه. مرقاله يعني كانت واحد الشيء اللي هو عنده الهمه، وكان عنده الهمه والشان ومعروف. وكانوا الاجانب كيجيو من الغرب من اوروبا باش كيجيو لهنا المرقاله، وخصوصا كيجيو القهوه ديال المرحوم مصطفى المري رحمه الله وادخله جنانه فسيح جنانه. فهنا اخوتي حنا ماشي هاد الموضوع اللي وريتكم هذا كله كان مقاهي كله كان مقاهي. كانت الاغاني وكانوا الناس الشباب الطنجاوي
واللي كيعوموا كانوا كلشي بنات ديال طنجة، الشباب ديال طنجة كلنا، حيت كنا كنعرفوا بعضياتنا، وكنا كنعوموا مع بعضياتنا وكنضحكوا كنشطوا كندوزوا النهار غزال رغم ان كانت البساطه. فاخوتي البساطه هي اهم شيء، كانت البساطه. هادو كذلك الجبال هادو كلهم هادو تابعين المرقله، لكن المرقله هذه ماشي هي مرقله اللي كانت قبل، ماشي مرقله ملي كنا حنا كنعوموا فيها. انا قلت لكم يمكن من 20 سنه حتى 25 سنه هذه يمكن مضت. فهنا اختي غنخليكم كنت غنطيح، غنخليكم تشوفوا البحر هايج اليوم. فالبحر اصلا ما كان كان كبير البحر، المساحه دابا كنشوفوا البحر شوف منين حتى كنمشيو هكذا، وكنزيدوا ليه على واحد المنطقه اسمها الزاني. فهنا اخوتي ها هو البحر، ها سمعوها دير البحر. وهنا خوتي في الليل ملي كتكون السماء صافيه، وفي الليل من في اخر يعني الافق، يعني في اخر البحر كانت تبان مدينه الطريفه الاسبانيه، كتكون واضحه وباينه، كنشوفوها في الليل بحيث القرب الجغرافي ما بين مدينه طنجة واسبانيا. ها خوتي خليكم فعلا معتقدات ما كتعرفوا خوتي، المعتقدات العربيه كانت معتقدات مغربيه الان بعوامل التعريه اختفت تماما، لم يعد لها اثر. شوفوا خوتي البحر ثاني خارج، وراه دخل دابا حيت كنشوف الرمله، كانت الرمله ماشيه حتى لهنا. هادو الجبال المحيطين بالبحر بشاطئ مرقالة، هادو الجبال اللي محيطين بشاطئ مرقالة. هو كان شاطئ يعني للناس اللي هي ناس داك الناس اللي كان شاطئ ما كيكلفش كتير، حتى دابا مازال ما كيكلفش، ولكن بالنسبه لنا طنجة كنجيو ليه لان حنا صافي ما عادش كتمثلنا مرقله، داك المرقله اللي كنعرفوها اللي كنشوفوا فيها الذكريات ديالنا، بحيث ديك اللي حكيتكم من مقاهي واهلها الناس اللي كانوا ما بقاوش. فاحيانا انا كنجيني هنا والله الا كنبقى نذكر داك الناس وداك الاصدقاء، كتشد لي التروبيشه والبكيه، فكلشي تبدل، فما بقيناش نجيو هنا بحكم حتى انا ساكنه قريبه من مرقالة من هذا الشاطئ، ولكن ما كنجيش، ما بقيتش كنجي له لان الدنيا ما بقاتش بحال اللي كنعرفها. هنا خوتي كاين واحد البنايه كتبان الفوق، هذيك ميرامونتي، هو مقهى ريستورون بار، وكاين اللي كيعمل فيه الافراح، وكاين اللي كيعمل فيه حفلات عيد الميلاد. شوفوا خوتي مناظر رائعه جدا جدا، لكن بالنسبه لي انا مثلا او لاي طنجاوي فهي ما كتعجبناش، حيت ماشي هي اللي كنا كنعرفوها.
هنا خوتي وصلنا لواحد المكان في كانت واحد الايقونه اللي كيعتقد كانوا بها البنات والامهات. هي اختي هادو هما الحجار، فهي كانت في هذا الوسط هذا. هنا كانت وكان البحر موجود حتى هنا كيضرب حتى الاخر، حتى فين كاين داك الحد هذاك السور اللي عملوه البحر كان موجود كيوصل حتى تما. وهي كانت هنا كانت عباره اخوتي خواتاتي عن واحد سبحان الله حجره شامخه كبيره كانها غرفه منحوته من عند الله. كانوا البنات اخوتي كيجيو باش كيتبركوا بها، كيجيو. كانت اسمها لاله جميله. طنجاوه غادي يعرفوني علاش كنهضر. كانت اسمها لاله جميله، كانت في هذه المنطقه بالضبط اخوتي. عوامل التعريه قضات عليها وربما الاصلاحات اللي جرات حيدوها، لان هي كانت هكذا حجره ولكنها كانت واقفه وشامخه. كانوا البنات كيجيو وكيجيبوا الامهات ديالهم اخوتي، وكيبداو هنايا في هذا المكان بالضبط. وهنا بالضبط مازال كنتذكر كانوا كيجيبوهم الامهات ديالهم، كيجيو في الصباح بكري في العشيه. المهم ما كانش هاد المكان ما كانش كيوقف من الزياره. علاش اخوتي؟ لان كانوا كيعتقدوا بان الناس ملي كتغسل هنا، البنات ملي يتاخروا في الزواج كيغسلوا هنايا وكيجيو كيغسلوا. هي كان البحر كيضرب فيها وكيخرج حتى الاخر كما قلت لكم. كيجيو كيزولوا عليهم بصفه ما الملابس ديالهم كلها وكيغسلوا بسبعه ديال المواش فيها. وكاين اللي كيخلي الملابس الداخليه ديالو فيها، يعني كيرميهم كهديه. هي هاد قصه لاله جميله كيقولوا بانها قصه يعني جنيه، يعني هي جنيه. هو معتقد اكيد شعبي موروث انها هي جنيه، يعني تمنحك يعني الزواج. كانت مختصه في الذاكره الشعبيه المغربيه انها خاصه بالزواج للبنات. فكانوا البنات كيجيو يوميا لهنا خواتاتي وكيتبركوا بها. طبعا هو ضرب من الخيال وشرك بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الان تمحات هذه المعلمه، غير شنو هو كان عندها اسم مشهور هي كذلك ومعروف، لاله جميله. كانت معروفه اللي تاخر في الزواج كيجي لاله جميله. ولكن لاله جميله بيدها راه ماتت انتهت، مشات تزوجت خلاتهم. فلهذا قلت خواتاتي راه هذا الشاطئ هذا عنده واحد التاريخ كبير جميل وهائل راه ماشي كيعرف كل شيء. فكان هنايا في هذا الشهر كانت لاله جميله، كانت عباره عن حجره واقفه طالعه مثل الجبل ومنحوته سبحان الله مثل الغرفه. كانوا كيدخلوا البنات يغسلوا فيها باش اعتقادا منهم ان لاله جميله كتزوج وكتفتح الثقاف وكتحيد يعني المشاكل. خوتي خليكم مع شويه ديال المواج. الدنيا غزاله هنا، ولكن بالنسبه لي انا لا تعنيني. راه كاين بعض الصياده وهي مازال، وكاين الجبال، وكاين ناس جالسين كيجيو الناس بعض منهم كيجيو. انا كنجي دابا بحال هاد الصيف الوقت هذا كتجيني الحساسيه من البحر، الهواء ديال البحر معنا خوتي. هادو الجبال اللي محيطين بالمرقاله وهذيك الاماكن الخضراء وامامها هذيك الاسفيه اللي كانت مقاهي جد جميله بسيطه وجميله. وكانوا اصحابها كلهم طنجاوه من الاصل، طنجاوي اصلي، عرق طنجاوي. فكانوا الناس وتعرفوا طنجاوه يعني الناس ديال النظافه والاناقه، الناس عندهم يعني حتى فيهم بزاف ديال الخصلات اللي كتختلف على من منطقه لمنطقه. اكيد في المغرب غير حنا كنبقاو كلنا مغاربه، كنا ايد وحده، كنا احباب وكنا اخوات. غير هو طنجة يعني الناس ديال الشمال
عندهم واحد العادة ديالهم خاصة بهم، بحيث انهم ما كيكونوش عندهم مازال عندهم باقي عندهم بعض الحشمة وبعض الاحترام. والناس مع طنجة ماشي ناس اجتماعيين، ما كيبغيوش يعني داك التخلاط اللي كنقولوا حنا، داك التخلاط ديال عباد الله وداك الشيء. فهذا المكان الان لا يأمه الطنجاويين ولا الطنجاويات في الصيف، كيكون عامر بالاخوه اللي مقيمين في طنجة من الداخل، هما اللي بالنسبه كيجيو في الصيف من هذا شاطئ مرآلة اللي قصته راها طويله وراها قصه جميله بزاف، وعندنا ذكريات حلوه فيها بزاف. الى هنا خوتي خواتاتي، كنقول لكم مع السلامه، وما تنسوش الضغط على الجرس، ما عاد تخسروا والو، غير ضغطوا على الجرس. ولنا منكم دعوات الخير، ولكم منا ان نقدم لكم كل جديد. فما تنسوش تعملوا الاشتراك باش تشجعونا، واللايكات. جماجم خوتي، جمجم وجمجمكم الله في قبوركم في الجنه ان شاء الله. والى هنا اكون قد قدمت لكم غير واحد شويه نبذه عن مرقاله من الطنجاويه. انا كنسميها مرقاله اللي كانت طنجاويه، ولها اصحابها اللي كانوا من طنجه، الله يرحمهم والله يوسع لهم ضيقه القبور. وعلى راسهم اللي كان طبعا هو كأن باش نقولوا مدير مرقاله، يدير البحر ما فيه بمعنى الكلمه، يعني بالبحر والرمل، وحتى الناس اللي كانوا الازبال وكل شيء. هو المرحوم اللي معروف عالميا، مقهى ديالو كانت معروفه عالميا وكيجيوها الناس من جميع البلدان، اللي هو العم مصطفى المري رحمه الله، تغمده بفسيح جنانه واسكنه مع الشهداء والصديقين. شكرا لكم خوتي خواتاتي، ما تنسونيش بارطاجيو الفيديو، عملوا لايك، شاركوا في الجرس، ما غادي تخسروا حتى شي حاجه. ولنا منكم دعوات الخير. الى هنا نودعكم الى لقاء قادم باذن الله سبحانه وتعالى.